ليه كريستيانو رونالدو بيشرب مشروب طاقة بعد ما حذر المشجعين منه لسنين؟ ازاي كريستيانو ابو الكباتن اللي طول عمره ضد مشروبات الطاقة اتصور وهو بيشربها قبل ماتش ايرلندا؟ وهل الفيديو ده حقيقي ولا اي قبل ماتش البرتغال وايرلندا في تصفيات كأس العالم؟ وبالمناسبة تأهلت رسميا البرتغال الى كأس العالم خلاص. ظهر فيديو ابو الكباتن ولع السوشيال ميديا، رونالدو واقف جنب جواو فيليكس وبيشرب مشروب طاقة شهير. طيب دي كارثة؟ ابو الكباتن كارثة، لان رونالدو طول عمره بيقول ان المشروبات دي مضرة وانه عمره ما بيقرب منها علشان نظامه الغذائي الصارم. الفيديو ابو الكباتن انتشر جدا، ومواقع زي العربيه وسكاي سبورتس وكل الصفحات الرياضيه اللي ممكن تخطر ببالك اتكلمت عنه، والجماهير اتقسمت الى نصين، ناس مصدومه وناس بتقول لك ده عادي، لعيبه كتير بتشربه واللوائح مش بتمنع. بس احنا هنا بنتكلم عن كريستيانو. المفاجاه بقى ان جزء كبير من التعليقات قال ان الفيديو ده مش حقيقي وانه معمول بالذكاء الاصطناعي وده اللي ولع الدنيا اكتر. والحقيقه ان لحد دلوقتي مفيش تاكيد رسمي وفاضل السؤال مفتوح، هل رونالدو فعلا بيشرب مشروبات طاقه ومخبي على مشجعيه، ولا ده فيديو بالذكاء الاصطناعي؟